اهلا بحضراتكم. عندنا موضوعين النهارده هنتكلم فيهم، موضوعين مهمين يعني. اول موضوع حضراتكم هنتكلم فيه في فيلم الناظر لما وقف عليه ولي الدين واتكلم عن مدرسة عاشور. قال مدارس عاشور خرجت دكاترة ومهندسين وحرامية، في مشهد كوميدي رائع. رحم الله الفنان علاء ولي الدين. الفنانة مها الصغير في برنامج مع المذيعة الإعلامية الشهيرة منى الشاذلي استعرضوا بعض اللوحات وقالت إن دي لوحتها، وفي النهاية اكتشفنا إن اللوحات دي مش بتاعتها، هي لفنانة من الدنمارك. بس للأمانة مها الصغير اعتذرت عن الموضوع وقالت إنها بتمر بظروف نفسية. ده اللي حصل حضراتكم. الموضوع الثاني حضراتكم اللي هنتكلم فيه هو الإعلان الغريب اللي أعلنته وزيرة التضامن الاجتماعي دكتورة مية على ما أظن، وهو عودة التكية. التكية حضراتكم دي يعني يمكن كانت في العهد العثماني هو مكان يلجأ إليه الفقراء والمساكين ياكلوا بدون مقابل. وحتى كان لنا تكية في مكة المكرمة والمدينة، كانت بتهتم بشؤون الحجاج وتوفر لهم الطعام ويمكن كان السكن. وكان حتى في مكة كان في طاحونة خاصة وكان في ناظر للتكية دي. التكية من حتى وفي عندنا في مصر التكية يمكن الطريقة الرفاعية في ليها تكية مرتبطة بالطريقة الرفاعية، هو مكان يلجأ إليه الناس البسطاء يتناولوا الأكل مجانا بدون مقابل. لكن لما تطلع وزيرة التضامن وتقول إن الحكومة بتفكر في إنشاء أو عودة التكية، حضراتكم هذا إعلام فقر، شهادة فقر، لأن معناه إن إحنا في 2025 ولسه بنقول إن عودة التكية معناها إن حالة الشعب المصري اللي إحنا اتكلمنا مرارا ومرارا إنها بتسوء، وأن أصبح الوضع مؤسف وقدرة التحمل. عادة حضراتكم الشعب المصري من الشعب اللي بتتحمل، يعني الشعب طبيعته بيتحمل. لكن لما توصل إن الشعب المصري يشكو، إذا موضوع التحمل زاد عن حده. وزي ما قلنا حضراتكم يعني إن الحكومة تدرس عودة موضوع التكية ده، هذا شهادة فقر. وده بيفكرنا بمقولة أستاذنا الكبير صلاح عبد الصبور لما قال مفيش مستقبل لبلد يتمدد فيه الفقر كما يتمدد ثعبان في الرمل. وقال أيضا مفيش مستقبل لبلد تتعرى فيه المرأة لكي تأكل. الفقر بينهش كل حاجة، الفقر بينهش كل المبادئ، الفقر مروع. فأعتقد أن تدرس الحكومة على لسان وزيرة التضامن أن عودة التكية ده حضرتك إعلام فقر لحالة الشعب اللي بيعيشها دلوقتي، لأن الأمور أصبحت صعبة. الحاجة أم 15 جنيه أو 20 جنيه أصبحت تجاوزت 200 و 250 جنيه، فالموضوع زايد عن حد. ودينا صابرين لكن مش عارفين آخرة الصبر إيه. ولو نتكلم عن صبر أهل مصر ينطبق علينا المقولة صبرنا حتى مل الصبر منا. ضيفوا على كده حضراتكم عودة التكية وعودة الكتاتيب وعودة البكالوريا. طب هو ناقص ايه حضراتكم؟ ناقص ايه؟ هو احنا بنرجع لورا ولا بنروح لقدام؟ لكن الواضح ان الشعب المصري حقيقة بيعاني، وبيعاني معاناة قاسية، لان الظروف الحياتية اللي بيعيشها كان ممكن تفكر انك انت يبقى لك مستقبل، تفكر انك انت ممكن اولادك يكونوا ايه،
لكن النهارده بتفكر ازاي تقضي يومك، بتفكر تحمد ربنا انك انت تقدر توفر التزامات بيتك الاساسيه والضروريه. مفيش حاجه اسمها رفاهيه. لما يعدي اليوم عليك بسلام بتحمد ربنا. نتمنى ان حال الشعب المصري يتغير للافضل وحياته تكون احسن من اللي هو فيه دلوقتي. تحياتي لحضراتكم، ووفقنا الله لما فيه الخير. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.